من النيل على الحطب على طول. في جزيرة صغيرة في قلب النيل في أسوان هتاكل أحلى أكلة سمك. السمكة كانت قدامي في النيل بتتنضف. وممنوع الاتيكيت في جزيرة الصياد، في مكان بتوصله بمركب، وهناك الناس فيه بتصطاد، تنظف وتشوي السمك وانت قاعد بتتفرج على النيل. قاعد كده مش متكتف، واخد حريتك في الجزيرة على طبلية وجنبك الفيو الجميل وبتاكل أكلة فريش. انا متحمس جدا اكل السمكية دي الصراحة يعني. في جزيرة الصياد الأكل بيتعمل قدامك فريش بمعنى الكلمة، والأجمل إن اللي بيقدم لك الأكل هم أهل أسوان الجمال. صديق ليا كان بيسافر اليونان وكده، فقال لي على فكرة هناك في اليونان عشان تاكل سمك بتروح للصياد. فأنا قعدت بقى أنمي في الفكرة دي من صغري بقى، من 15 سنة أنا بنمي فيها إن أنا أزرعها وتبقى يبقى هي ده الحاجة الحلوة الواحد يطلع بيها. تجربة كلها بساطة وصدق وعمرها ما تتنسي. أبو أدهم صاحب المكان فكرته بدأت من سنين، قرر يعمل تجربة مختلفة للسياح. أفكر خارج الصندوق إن أنا آكل في حتة غير تقليدية، يعني إضافة جديدة للسائح ولا للسياحة نفسها، وبلدنا فيها خير. سمك بلطي طالع من النيل النهاردة، لا خطير مفيش كلام. مش مجرد وجبة سمك، لا، هي مغامرة، رحلة، وإحساس إنك جزء من المكان. كوباية الشاي يطلع لك صيد. انا عمي، ايه رأيك في جزيرة الصياد؟ لا حكايه حكاية، ها؟ حكايه والله، الاكل حلو قوي وفي هدوء وسلام كده. انا عايز انام. طب يلا بينا على الجزيرة اللي بعدها. يلا بينا. يلا بينا.